ايه ده يا سارة، حرقتي الحلويات؟ تعالوا شوفوا الفيديو الاخر عشان ما تقعوش في نفس الغلط اللي انا وقعت فيه. يلا بينا نبدأ بقى. هجيب هنا مكونات عندي، نبدأ واحدة واحدة مع بعض. هحط كوباية الزيت مع كوباية السكر بودر. قلب 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 كويس مع بعض لحد ما يدوب للاخر. شوفوا الفيديو للاخر عشان تستفادوا منه جدا وما تقعوش في نفس الغلطة اللي انا وقعت فيها، وهتستفادوا جدا بالتكات والحركات بتاعته للنهاية. وهنا بعد ما دوبت الزيت مع السكر البودر هضيف معاه الفانيليا مع جوز الهند، معلقة جوز الهند، وقلب قلب قلب. وارجع احط الدقيق بالتدريج. اول كوباية بدأت بيها دابت خالص، بعدين هحط معلقة نشا كبيرة، وهحط كوباية الدقيق، هضيف كوباية الدقيق التانية، وقلب قلب 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 لحد ما القوام يتمزج. كل ده بقلب بالمعلقة بتاعتي كويس جدا لحد ما بدأت ان هما يتمزجوا مع بعض كويس. حطيت بالظبط، خد كوباية 3 كوبايات ومعلقتين كده صغيرين. هنا القوام بتاعها كان مظبوط. احنا مش بنعجن يا جماعة، احنا بنقلب بس. ده حلويات بسكوت او بديفور، سموها زي ما تسموها. انتوا قررتوا تسموها حلويات سارة. تعالوا بقى ان احنا نشكلها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده على صوابعي بالظبط. باخد قطعة صغيرة ببططها كده وبالسكينة بعملها زي فرع شجر كده. كان شكلها تحفة وحلوة جدا بدون ادوات تشكيل زي ما انتوا شايفين. خلصت الكمية بتاعتي، ما خدتش بالظبط 5 دقايق معايا في التشكيل، ولا اسهل ولا اروع من كده. يا سلام على الريحة والجمال والجمدان، حلوة حلاوة مش قادرة اقول لكم. لازم تجربوا الوصفة دي. وحطيت هنا في صينية ألمونيا وفي الصينية بتاع الميكروويف. تعالوا بقى اقول لكم ايه الغلط اللي خلاها اتحرقت معايا. ان الصينية عندي كانت خفيفة. يفضل ان المخبوزات او القرص او الحاجات الحلوة اللي احنا بنعملها في صينية ألمونيا تكون تقيلة عشان ما تقعوش في نفس الغلط اللي انا وقعت فيه. بس ما يجراش حاجة، شلت السواد ده وكانت طعمها حلو قوي. هنا بدأت بقى، كنت عاملة شوكولات حمام بخار، بدأت ان انا اشكلها كده. ودي كانت وصفتنا.